طيب يا حبي، في الأول كده ما تنساش تصلي على النبي، ولو أول مرة تشوفني زي ما اشتراك ودوس لايك. أنا مش هتخسر أي حاجة، تمام. ويلا بينا ندخل في الفيديو بسرعة. طيب الشرح النهاردة عن إضافة عن مش إضافة. تمام، شرح عن تطبيق بتاع قفل الفون بباسورد ده. تمام. التطبيق ده قديم قديم خالص يعني، ومعاه من زمان خالص. تمام، وفي ناس نزلته، في ناس منزلاه يعني. تمام، بس انا جايبهولك النهارده زائد طريقة التعديل عليه. يعني انت تقدر تغير الكلام والواجهة ومساحته والاصدار بتاعه والاسم الحزمة كمان بتاعته. وكمان ممكن تغير، يعني هتغير كل حاجة فيه، والباسورد كمان هتغيره. تمام، يعني ممكن تحط الباسورد اسمك. يعني هخليك تعمل كل حاجة فيه، يعني هيبقى البرنامج بتاعك انت. تمام. فشاهدي قديم، قديم يعني، عادي يعني. تمام. هنيجي هنا. كل اللي هتحتاجه الام تي مانجر والاي بي كي ايفيتور. تمام، والام تي في اي بي لو انت عايز تغير اسم الحزمه. تمام. هنيجي بقى مثلا هندخل على الام تي. تمام، انا هسيب لك لينك التطبيق ده في الوصف مباشر من ميديا فاير، اي خدمه يعني. تمام. الملف بالاسم دي كده، تليفون التحيه باسورد. ده هتلاقيه في الداونلود. تمام، بعد ما تنزل دي تطبيق الام تي مانجر. تمام، هتلاقي دي الاصدار بتاعه، ودي اسمه مستر حمو، والصوره اهي. تمام. المساحه اهيت. احنا مثلا هنعمل انستول ونثبته. تمام، هيثبت في ثانية عادي خالص. هيجيلك برنامج دار، اعمل برضو تثبيت يعني، ما تخافش. احتمال ما يجيلكش اصلا برنامج دار. تمام، بعد كده هتعمل تم. طول ما التطبيق متثبت معاك كده وانت مش فتحته، تليفونك مش هينغلق. تمام، لو مثلا جيت تدخل عليه كده، تمام، هتعمل تجاهل. هيجيلك الواجهة دي كده، يقولك الفون اتقفل بباسورد العقرب السام، دي اسم من زمان خالص يعني. تمام. بيقولك يلا هتعمل ايه هنا، هتكتب الرمز. وديت مش هتصير لك الرمز، ممكن تفعلها وتقفلها براحتك يعني. بيقول لك هنا لو ما عرفتش تفتح الرمز رن عليا، دي رقمي يعني، بستهزأ بيك يعني من الاخر. تمام، هنا الساعة. تمام، فانت هتعمل ايه، هتكتب الرمز كده. وليكن هتكتب رمز غلط، حاجة غلط. تمام، هتروح جاي مسحها. يعني انت مش ينفع تشيله من الاشعارات. تمام، وليكن مثلا هتعمل اعدادات اضافية، مش هيعمل اي حاجة. الاول كان بيتشال من الاشعارات، بس دلوقتي ما عادش بيتشال. ولكن هتعمل تأخير برضو زي ما هو، او مثلا لو قفلت التليفون كده، هيجي كده عادي، هتيجي تفتح هتلاقيها زي ما هي. برضو لازم تكتب الرمز الاول. فالرمز ايه، الرمز تقريبا 5 خمسات تقريبا. هتعمل تم. خلاص كده. كده الفون فتح معاك عادي خالص. تمام، كل شويه هتظهر لك، لازم تمسح التطبيق عشان مش تظهر لك. فانت مثلا هتاخد ديك كده عشان اعدل عليه. هتاخد ديك كده سكرين شوت. تمام. طيب انت هتكتب الرمز كده، لكن هو 5 خمسات، وتعمل تم. بعد كده تطلع تمسحه خالص. طيب بعد ما مسحته بقى كده، هتروح على المعرض. تمام، انت هتجيب السكرين شوت اللي انت خدتها في المعرض كده. تمام. وبعد كده بقى هتعمل ايه، مثلا انا هغير التطبيق ده، هخليه مثلا مهرجانات 2022 يعني، علشان الضحية يقتنع بيه ويثبته مثلا يعني. تمام، هيقولك مثلا عايز اغاني، هقول له يعني مثلا انت تبعت له وتقول له انا معايا برنامج اغاني حلو، فيه اغاني حلوه وجديده. تمام، فهقول لك ماشي ابعتهولي. فانت هتروح تبعتهوله. بس ايه، بعد ما تعدله البرنامج ده. تمام، هتخليه بتاع اغاني بالظبط. تمام، انا هسيبهولك في الوصف كده عادي، انت بقى تقدر تشكله براحتك، حاجه حسب ما دماغك توديك. تمام. ولكن هنضغط على 3 شرط دولي دي في الام تي مانجر. تمام، وتعمل سيلكت اي بي كي. تمام، وهتنزل اي برنامج بقى انت عايز تستبدله بيه، ولكن انا هاخد ده. تمام، هتضغط على مهرجانات، وبعد كده التمانية ديت. تمام، وتعمل سيلكت اي بي كي، وتعمل لوجين. تمام كده. بعد كده بقى هتعمل ايه، انت خدت الاسم وخدت الاصدار كمان. تمام، هتضغط هنا بقى على اندرويد مانيفست في البرنامج اللي هو بتاع اللي احنا هنعدل عليه. تمام، وتختار التانية. تمام، وتنزل كده لعند
اسم البرنامج اللي هو مستر حمو. تمام، اللي هو ده اسم البرنامج مستر حمو. وهتحط بقى الاسم بتاع مهرجانات 2022. تمام. بعد كده الإصدار هتلاقي اللي هي 1.0 ديت هتمسحها، وتحط الإصدار اللي انت خدته بالبرنامج بتاع الأغاني اللي هو 8، وتعمل أوكي. ده 3 نقط، وتعمل إكسايد وسيف أنت إكسايد. تمام. لازم تتأكد إن العلامة دي متفعلة عشان كل حاجة تشتغل. تمام كده. كده احنا غيرنا الاسم اهو على مهرجانات 2022. لسه الصورة والكلام اللي هو جوه. تمام. الكلام اللي هو دي كده هنغيره دلوقتي. تمام. نيجي مثلا هنعمل فيو، عايزين نغير الكلام، هنعمل ايه؟ هندخل على ريس، وبعد كده اللي اوت. طيب، وبعد كده هتضغط هنا وتختار التانية برضو. تمام. وتنزل هتلاقي هنا كل الكلام اللي هو المكتوب، كل الكلام اللي هنا في الواجهة دي كده كله. تمام. هتلاقيه هنا كده. ديت اول حتة، وديت تم. تقدر بقى ان انت تمسحها وتغيرها عادي خالص، بس انا مش عايز امسحها يعني علشان مش لاقي كلام اغيره يعني، فهي كده حلو. ولكن مثلا هنغير ديت عشان اثبت لك اللي هي صح، ولكن نعملها اوكي عادي خالص. تمام. ونعمل اكسايد وسيف انت اكسايد. تمام كده. انت تقدر بقى تغير الكلام كله براحتك خالص. نيجي بقى وليكن عايز تغير الباسورد برضو، هتدخل على كلاس ديت، تختار التانية، تختار اللي هي الاس ديت. تمام. هتلاقي هنا بقى بتاعة الإشعارات اللي هي الملبسقة. تمام. وليكن هنا مش هظهر لك الرمز موجودة في بتاعة الأندرويد مانيفست. تمام. هنا دي الباسورد اللي هو 5 5. تمام. ولكن انت عايز تغيره، هتضغط عليه وتغيره، وليكن هكتبه مستر حمو، ونعمل اوكي ونطلع. تمام كده غيرنا كل حاجة. وليكن مثلا هنا مساحة 23، وليكن مثلا المساحة بتاعته حلوة. تمام. هنغير الصورة بقى ازاي؟ احنا كده خلاص خلصنا كل حاجة في التطبيق. تمام. هندخل على الاي بي كي ونختار اول واحدة. بعد كده ننزل كده في الاخر، هتلاقي قفل الفون الضحية باسورد. بس قبل كده هتطلع تدخل في التانية. تمام. وتجيب البرنامج اللي انت هتستبدله بيه اللي هو برنامج الاغاني اهوت، ونختار التالتة، ونختار ديت. ثواني، هنجيب البرنامج تاني اهوت. هتختار التانية قصدي. تمام. وتاخد الايقونة، هتنزل كده شوية لعند الاخر، لعند الصورة ديت اللي هي اللوجو بتاعها، وتختار حفظ من هنا. تمام. وتحفظها في اي ملف عندك، وليكن مثلا هحفظها في الصور، وتعمل اوكي. تمام. بعد كده تضغط على الاولى، وتنزل في الاخر عند قفل فون التحية باسورد، تختار التالتة. ثواني، لأ. تمام. انت هتختار التانية قصدي، كله التانية. تمام. هتلاقي هنا اللي هي ايكون لانشر بي ان جي، ديت الصورة اللي هي بتاعة التطبيق من بره، هتختارها. تمام. وهتحط الصورة بتاعة البرنامج التاني عشان يبقى برنامج أغاني، برنامج أغاني. بعد كده هتضغط على سيف، في خلال ثانية هتلاقيه عمل كده. خلاص خلص. هتعمل بقى انستول. تمام. بقى مهرجانات 2022 اهو. هتعمل تثبيت، بقى مهرجانات 2022 عادي خالص. تمام. هنعمل تم، وليكن مثلا نضيفه هنا. ثواني، فين مهرجانات؟ ثواني. تمام. هما الاتنين همت، واحد منهم، وليكن هنضغط على ده. تمام. هو دي التطبيق بتاع المهرجانات الأصلي اهوت، بيفتح مهرجانات اهوت عادي خالص. تمام. ولكن هنضغط بقى على التطبيق اللي هو جنبه اللي احنا عدلناه اهوت، اللي هو التاني ده.
تمام هيقول لك التليفون اتقفل. تمام، اوكي اتغيرت اهي اللي هي كانت تم بقت اوكي. تمام، انت تقدر تغير بقى الكلام كله، تقدر تغير برضو غلط يروح امك دي تقدر تغيرها براحتك خالص. تمام، نيجي بقى نحط الباسورد. كان مستر حمو، ثواني. طيب يا حبي، زي ما انت لاحظت كده انا مش كنت عارف افتح الرمز. تمام، التليفون كان هيضيع مني اصلا. تمام، يعني مش كنت عارف اكتب الرمز اصلا، فانت اكيد لاحظت الغلط اللي انا عملته. تمام، تعالى اوريك الغلط اللي انا عملته. تمام، بعد ما خلصنا التطبيق كده خالص وجينا دخلنا هنا عشان نغير الباسورد بتاعه، زي ما انت شايف كده كتبناه مستر حمو. ودي غلط 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 كبير خالص، مش هتعرف تفتح التليفون. تمام، المتوفر لك اللي انت تكتب ارقام، ارقام بس. مش ينفع اللي انت تكتب اسماء مثلا، مش ينفع تكتب اي اشكال من ديت. لازم ارقام بس، عشان الارقام هي اللي هتنفع تكتبها. لو كتبت اسم بالانجليزي او بالعربي مش هينفع. كل ما انت تكتب برضو مش هيظهر معاك اي حاجه، لازم تكتب ارقام مثلا. تمام، لازم تكتب ارقام بس. ولينك التطبيق دي الباسورد بتاعه 5 خمسات. تمام، مش ينفع تكتب مستر حمو ديت خالص 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 خالص. او تكتب اسمك اصلا لازم 5 خمسات كده. بص، اي ارقام اي ارقام صف الارقام دي لخبط فيه براحتك. تمام، وبعد كده تعمل اكسايت وحفظ علشان انت تليفون صراحة مش كنت عارف افتحه. طب انت هتقول انت فتحته ازاي؟ يعني مثلا لو حصل معاك كده هتعمل ايه؟ عارف الزرار الباور بتاع التليفون؟ تمام، هتضغط عليه هتقفل التليفون خالص، وبعد كده ما تيجي تفتحه هتضغط على زرار بتاع توطيط الصوت والزرار بتاع التشغيل برضه، هتضغط على الاتنين. لعند لما يفتح معاك هتلاقي طلع من التطبيق اصلا ده، روح وتدخل وتمسح التطبيق بسرعة. تمام، وفي الاخر الفيديو دي اصلا يعني ايه توعية امنية. يعني مقلب مثلا تعمله في اصحابك وانت قاعدين وتديهم الرمز وتفتح يعني ايه تبهرهم، يعني توريهم اللي انت محترف مثلا يعني بس كده. تمام، واوعى تكتب الباسورد اسم خالص خالص، لازم تكتبه ارقام ارقام بس، وارقام انجليزي كمان. تمام، وكده يكون الفيديو خلص. فما تنساش انت تشترك وتدوس لايك وبس كده. سلام.